كلها بتتكلم ان هي صحت من النوم لقت هنادي مهنا في كل حته. فلقيت استاذ ابراهيم فخر قال لي هي انت فاضيه دلوقتي حالا تجي لي وانت طالعه عند البواب قولي لي طالعه الاستاذ محمد رمضان. دقيقتين بالظبط وابقى قدامي. قلت بقى انا همسك نفسي ومش لازم ابين ان انا فان قوي ولازم يبقى فيه برستيج. وقاعده وانا في الاسانسير كمان عماله بتدرب على وشي هيبقى عامل ازاي وانا ماشيه. ليه ابراهيم فخر بالذات عنده المكانه دي عندك؟ ان انت ليه تجيب ممثله ما شفتهاش بتمثل، ما شفتلهاش مشاهد، ما شفتلهاش شغل، ما اشتغلتش معاها، ما سمعتش عنها، ما اتفرجتلهاش على حاجه، ما مش اي حاجه وتحطها بطله مع محمد رمضان. فكره انك تبقي مع احمد دي كانت بالنسبه لك اكسايتنج، حاجه محمسه، ولا بالعكس كنت ممكن تفكري فيها شويه؟ بدات افكر هو انا هبقى مبسوطه قوي ان انا بشتغل معاه عشان هو ممثل بجد فظيع، ولا هتكسف؟ هو انت بتحب البت اللي عندها خشة وحاجة جامد، ولا البت كده اللي في قلبها على لسانها؟ والله يعني مش عارف، فكرتش في الموضوع ده قبل كده بصراحه. وجالي مسلسل ياسمين صبري. حلو. فقالوا لي في الاول ضيفه شرف، اللي رشحني فيه استاذ احمد سمير فرج طبعا المخرج، وانا ما اقدرش ارفض له طلب. وبعدين ياسمين صبري ما بقاش ضيفه شرف، بقت من اول ما بطلع لحد اخر حلقه انا قاعده معاها، خيالها. مبروك، الله يبارك فيكي. كنت برجع القاهره اصور مشهد واحد في زلزال وارجع اكمل في اسكندريه. ايه اكتر لوكيشن كنت مبسوطه فيه؟ خيانه عهد. نفسك تمثلي مع مين؟ انا من اول انترفيو لحد اخر واحد انا كنت بقول يسرا. قلتي في البوست بتاعك ان ده كان حلم يتحقق.